في تجارب علمية اتعملت قدرت إنها تعرف إن الإنسان ده بيفكر بإيه دلوقتي أو بيشوف إيه بالظبط. أول حاجة عايزين نعرفها إن الإنسان لما يجي يشوف مثلا عربية ماشية أو واحد شايفه في الشارع أو كلب حتى في الشارع، الإشارات اللي بتاخدها العين ديت من الحاجة اللي بتشوفها بتبعت إشارات للمخ، للخلايا العصبية. الإشارات ديت بتروح لمنطقة في خلف المخ بالظبط اسمها القشرة البصرية. المنطقة ديت هي المسؤولة عن تحليل البيانات اللي جاية من العين بحيث إن المخ يكونها ويظهر لك الصورة اللي انت بتفكر فيها. اول بقى من القشرة البصرية ديت او اجزاء منها بياخد الاشارات ديت في بعض الخلايا العصبية بتشتغل بحيث انها تشتغل بنمط معين عشان تظهر لك الصورة دي. كل خلايا عصبية بتاخد مقدار معين من الدم بيدخل لها بحيث ان الخلايا العصبية اللي شغالة اللي هتكون الصورة ديت بتاخد مقدار اكتر عشان هي دلوقتي اللي مركزة في الصورة، والبقية بياخد دم اقل من الخلايا التانية النشطة. وهنا تيجي تقنية ال fMRI اللي هي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، مش الرنين المغناطيسي اللي انت عارفه اللي بتعمل بيه اشعه، لا الرنين المغناطيسي الوظيفي ديت بيشوف نشاط المخ ماشي ازاي، بيشوف انهي خلايا مخ نشطه في الوقت الحالي. مع مرور الوقت بياخد البيانات ويجمعها. لكن بيشوفها ازاي؟ هو بيحسب ان الخلايا دي شغاله ولا لا على حسب تدفق الدم ليها. لو مثلا خليه معينه دخل فيها تدفق دم عالي بتكون ديت نشطه ونشطه بزياده. لما تيجي تبص مثلا على كلب او قطه، مخك عشان يصور الجزئيه دي فبيخلي خلايا معينه في القشره البصريه اللي احنا قلنا عليها تشتغل بحيث انها تكون لك صورة الكلب او القطة. الخلايا ديت بقى بتاخد دم زيادة بحيث انها تنشط عن الخلايا الباقية. المعلومات بقى اللي اتاخدت من الاف ام ار اي ديت اللي هو تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي بتتعمل على شكل فوكسلز او اللي انت شايفها ديت. مثلا المناطق ديت في القشرة البصرية مثلا هيقول لك ان المنطقة ديت في المخ هي اللي شغالة، النمط ديت المعين خليك مركز في النمط هو اللي شغال. لكن البيانات مش بتبقى مثلا البكسلات اللي هي مربعات كده وبس، مخ الانسان بيبقى ثلاثي الابعاد. علشان كده بدل ما نستخدم البيكسلز بقى التقنيه دي بتستخدم الفوكسل. الفوكسل عباره عن شبه البيكسل بالظبط لكن ثلاثي الابعاد شبه المكعب كده. العلماء بقى اخدوا البيانات بتاعه الرنين المغناطيسي الوظيفي وحولوها لشبكات زي ما انت شايف كده. الشبكات دي بتمثل الصوره اللي شافها الشخص اللي تعرض عليه التجربه. يعني مثلا الشخص شاف قطه معينه فبياخدوا الفوكسلات اللي ظهرت ويعملوها على هيئه شبكه معينه. يعني مثلا هتلاقي فوكسل معين هتلاقيه منور اكتر واخد دم اكتر في الحته ديت، فوكسل تاني اخف شويه، فوكسل مش موجود اصلا. ديت عباره عن شفره صوره القطه ديت. مثلا لو عرضوه على صوره كلب معين هيشوف شبكه تانية خالص عن شبكه القطه. العلماء بياخدوا الشبكات ديت وادوها للذكاء الاصطناعي وادوها لنماذج للذكاء الاصطناعي المعتمده على الانتشار او توليد الصور بالانتشار شبه الصوره وميد جيرني وغيرها. لكن بدل ما يدوها البيانات ديت على طول، مثلا اقول له خد الشبكه ديت واديني الصوره على طول، لا الذكاء الاصطناعي مش هيعرف يعمل كده عشان اول مره يتعرض لمعلومات شبه كده. بيدوا الشبكه ديت للذكاء الاصطناعي وكمان النتيجه بتاعت يقول له الشبكه ديت تبع صوره القطه دي ويقول له الشبكه ديت بتاعت الكلب ده. بيعملوا كده على ملايين الصور الموجوده. في الاخر الذكاء الاصطناعي عرف انه يولد صور، لكن صور زي ما انت تشوف كده مشوهه حبتين لكن صور مفهومه. يعني مثلا ديت صوره وزه معينه تقريبا هتلاقي بص مشوهه خالص، مش عارف دي فرخه مسلوخه ولا ايه، لكن هي مفهومه ان ده شايف طير في الميه شبه اللي موجود في الصوره اللي هي الاصليه. ومثلا ديت نمر تلاقي مثلا عمل لك ادي ديت مش عارف بقره تقريبا على كلب، وده دب تحسه كده متحرش مش عارف، مع انها تحسها مشوهه لكن هو انجاز كبير في حد ذاته. يعني مثلا ميد جيرني اللي هو دلوقتي بيعمل صور سينمائيه، في الاول هتشوفه كده هتحسه بيعمل صور مشوهه بعيدا خالص عن الواقع، ودلوقتي مش هتقدر اصلا تفرقه بينه وبين الواقع. دلوقتي بقى العلماء مش بس بيحاولوا انه يطوروا من الصور ديت اللي جايه من المخ، لا بيحاولوا انهم بدل ما ان الشخص وهم يستخرجوا الصوره من دماغه وهو لسه بيشوفها، لا عايزين يعملوا ان يستخرجوا الصوره من دماغه وهو بيفكر فيها. وديت حرفيا شبه اللي بيحصل في الخيال العلمي اللي هي قرايه الافكار. التقنيه ديت ممكن تفيد في حاجات كتيره جدا. يعني مثلا لو واحد اتعرض لجريمه معينه ممكن بالافكار اللي الشخص بيفكر فيها يعرفوا صوره المجرم شكله عامل ازاي. مثلا انت اتسرقت في حته معينه ممكن بس انك تفكر في صوره المجرم وهم يعرفوا صورته، لكن ما تفكرش بس في صوره صاحبك علشان ايه هتلاقي راح اتقبض عليه هناك. وممكن كمان بعد تطور التقنيات ديت يعالجوا امراض ممكن كانت بتصيب المخ الانسان بحيث انهم هيعرفوا مخ الانسان بيشتغل ازاي اكتر. وبس اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.